احساس كده اللي هو انا متلخبط ومش عارف ايه وكله حواليا سابقني وعمال احاول ببذل مجهود بس مش قادر. في حاجه انا الحاجه اللي دي انا عايزها جدا بس انا ببذل مجهود بس انا مش قادر اوصل لها. في حاجه كده ما بيني وما بين الحاجه دي مش قادر اوصل لها بجد، رغم ان انا بجد انا نفسي فيها. من هدف دنيوي او هدف اخروي، من هدف حتى دنيوي او هدف في الاخره، نفسي اوصل لمنزله معينه، نفسي اوصل للفردوس الاعلى. بس بقرا في السير وبقرا في الحاجات دي، الناس دي كانت بتعمل حاجات غير اللي انا بعملها. يعني حتى لو انا حاولت اجتهد مش قادر مثلا اوصل للخشوع المعين، مش قادر اوصل للحاجه المعينه دي. بحاول اجتهد على قد ما اقدر عشان اجيب مجموع مثلا كويس في الكليه الفلانيه، او عشان اجيب مجموع كويس في الثانويه العامه. بقعد اذاكر وببذل مجهود، مثلا بخش امتحانات شوامل بلقى الناس كلها جايبه درجات اعلى، ممكن تكون اعلى مني، وانا مش جايب درجات كويسه وعمال احل واجبات وحل احل مش عارفه ايه، وانا نفسي بخلط بشكل مرعب. طب اقدر اوصل كده ازاي واقدر اعمل ايه؟ وحاسس نفسي تايه وعمال اروح واجي وبرضه مش قادر اوصل لهدفي، وتايه على الاخر وانا كاني اصلا بتحرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه. انا عايز اكلمكم كده عن موضوع الواحد بيلاحظه وهو بيقرا، او يعني آية احنا كتير مننا عدى عليها في القرآن: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وده مش أول مرة على فكرة، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، مش بسنة ولا باتنين، بآلاف السنين. بآلاف السنين والناس كلها بتسعى ونفسها توصل لحاجة معينة، لمكانة اجتماعية، لمنصب، لوظيفة معينة. ولكن هو فعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فصلى هنا جاي من باب العمل برضه. لازم تعمل، لازم تعمل بمعنى الكلمة. كان بعد الذنب ما ينفعش تقعد تستغفر بس، يستحسن ان انت تقوم تتوضا وتصلي ركعتين توبه لله. فده عمل، والجزاء من جنس العمل. والعمل مذكور في حاجات كده كتيره جدا، العمل كله بيحسك على انك انت تعمل، على انك انت توصل لحاجه معينه. حتى الجنه الدرجات بتاعتها بتتفاوت حسب العمل. انت في الوضوء لو انت اتوضيت ومشيت خدت اجر الوضوء بتاعك، وان انت لما بتتوضا بتغسل مثلا دراعك مش عارفه ايه، الذنوب بتوع كده اهو. ولكن انت في ذكر معين لو انت قلته بعد ما تخلص وضوء، هنا عمل حتى بلسانك، تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المطهرين. يعني يدخل الجنه من ابوابها الثمانيه من اي باب شاء. انت متخيل؟ فانت تقدر يتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه بسبب ذكر معين، او مثلا انك تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قولها ورايا، ها؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انت حاسس ان هو ذكر عادي، ولكنه في معجزه بعديها. ان انت لو قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، ربنا يقول لك فعلت. فهنا يمكن يكون عمل سهل وبسيط، ولكن ما بالك بقى في اعمال تاني، اعمال الفرائض، انك تروح تصلي في المسجد. يمكن حاجه من الحاجات برضو اللي بلاحظها، يمكن انا او اي شخص تاني ممكن يبان عليه يمكن، او اي شخص تاني ممكن كده تحس انه ملتزم حبتين، ولكن احنا ممكن نكون بنصلي في المسجد، ولكن هل فعلا احنا بنلحق تكبيره الاحرام في المسجد؟ انا لما سالت نفسي السؤال ده لقيت انه بصراحه يمكن لا. يمكن انت تكون ما شاء الله عليك تلحق تكبيره الاحرام في المسجد، ولكن الواحد ليه مش دايما بنلحقها؟ ليه لما تكون ماشي في الشارع مثلا تسمع الاذان تخش تصلي فانت ديك لحقتها، لكن لو انت في بيتك مثلا بتذاكر بتعمل حاجه معينه، انت ليه ما بتسيبش اللي في ايدك وتنزل؟ سيدنا محمد كان قاعد مثلا لو كان قاعد مع اهله او كده، كان يسيب، كان يقول له كاننا لا نعرفه، كان بينزل على طول الصلاه خلاص. فليه احنا ما بنعملش كده؟ وحرفيا القران ملخص حاجات كتير جدا في الحياه لو انت عايز توصل بجد. يعني ربنا بيقول في سوره المدثر: وما هي الا ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين. عايزين نستشعر الآية دي. عارف انت قاعد كده ولاهي وممكن تكون غفلان وبتقلب في تليفونك، انت اصلا 100% بتسمعني دلوقتي من تليفون او من اي جهاز عامه. قبل ما تشوف الفيديو ده انت كنت بتعمل ايه؟ او مثلا خلال اليوم كده تخيل انت كنت بتعمل حاجه معينه على التليفون فجالك في الوقت ده اليقين. اليقين اللي هو الموت. حتى اتانا اليقين. انت طالب مثلا بتذاكر او مثلا كنت غافل ومراكم كام محاضره كده ومش عارف ايه، سواء في جامعه او في ثانويه عامه او في اي حاجه، ومره واحده كده بتبص وراك ايه اللي حصل؟ ده احنا خلاص داخلين على اخر السنه. طب يا جماعه ده احنا لسه بادئين، ده انا كنت اصلا لسه في المحاضره الثانيه والثالثه ولسه بلم الدنيا ولقيت في شوامل ومش عارف ايه، من ما لحقت اراكم ابص على المراجعات، ابص على مش عارف ايه، وابص بقى بعقليه اللي هو لا انا لازم اسمع كل حاجه ومش عارف ايه. فانت يعني ذاكرت بجد شويه ولكن طبعا مع الضغط. فحتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين. فما يعني هو كويس وده نيتي كانت كويسه لما عملت مش عارف ايه. كل ده عند ربنا يعني انت كل واحد ليه اسباب، ولكن حتى اتاني اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين. انت لازم تحسب حسابك في كده. عارف انت مثلا انت وبتذاكر انت لازم تعمل حسابك ان انت على اسوأ الظروف، الامتحان هيجي اصعب حاجه، فانت بتعمل درب نفسك على اللي هو حاجه اللي انت ما تنساكش فيه. فكده في الدنيا وفي كده في الاخر لازم، لان انت معلش مع كامل احترامي انت بتطلب مثلا يا رب اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى. مثلا في الدنيا مثلا لو انت في ثانويه عامه بتقول مثلا يا رب انا عايز اطلع مثلا من الاوائل الجمهوريه، من اوائل الجمهوريه. انا عايز اطلع من الاول على المحافظه بتاعتي، انا عايز اطلع الاول على الجمهوريه في كده. وانا ما بقولكش ان انت مثلا اسال على قدر عملك، لا خالص. انت ممكن بالعكس يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم، ولكن انت فعلا ممكن اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى. سيدنا محمد قال اذا سالتم الله فاسالوا الفردوس الاعلى. خلي همتك قويه، ولكن برضو في عمل. فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره. انت عارف تفسير الايه دي عجيب جدا. تفسير الايه دي ان المشركين يعني عايزين يجي له كل واحد كده صحف منشر، يجي عند راسه كده كتاب يقول له ده محمد رسول امن بيه. ده تفسير الايه. وهو يعني بيقول برضه في تفسير الايه هو مش من قله البراهين، مش من قله الادله ان ده حق وكده، هو لا، ولكن من شده يعني الاستكبار والعناد في الحق. فانت عارف ان انت مثلا لازم تذاكر، وان انت لو ما ذاكرتش انت عارف ايه اللي هيحصل لك برضه، ولكن هو الواحد كده عايز عارف انت ايه، مذاكر ومذاكر، لازم كل شويه كده حد فوق انت عارف انت بتعمل الذنب، انت عارف ان ربنا شايفك ومش محتاج حد يفكرك بكده، ولا من قله البراهين ولا من قله الحجج ان انت مثلا مش عارف ربنا لو شايفك ولا لا مش عارفه ايه. لا انت عارف، ولكن ساعات برضه بتكون النفس ومش عارفه ايه. ولكن محتاجين بجد نقف مع نفسنا. طب ايه الحل؟ طيب انا شفت فيديوهات كتير على النت، واكيد انت ما دام دخلت على الفيديو ده يبقى انت اصلا بتدور على حاجه زي كده ونفسك توصل. الجواب في الصوره اللي بعديها على طول في سوره القيامه. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. الانسان هو عارف كويس فين الغلط اللي عنده، عارف ان تقعد تسال ده تسال ده، ومصلي ركعتين في الليل كده وتضرع لله وقول له يا رب انا عايز بجد اوصل، انا مش عارف. وبجد يعني ربنا مش هيضيعك صدقني، هو هيرشدك وهيلهمك الحاجه اللي انت المفروض تعملها علشان توصل. بل الانسان على نفسه بصير. طب بعد ما بصرت وخلاص شفت فين العيب بتاعك ولو القى معاذيره، الاعذار دي هي المواد الحافظه للمشكله اللي عندك. انت بتدي عذر، انا مش هقدر النهارده عشان خلاص نص يوم عدى، هبدا من بكره. ده عذر، ماده حافظه حطيتها للمشكله اللي بتاعتك، فنمت اكتر من نص يوم تاني.
سواء بقى انت هتبدا اصلا بكره او لا، انت في نص يوم حوالي 12 ساعه، او يا سيدي خلينا نقول انت وصاحب، يا عم نقول 4 ساعات. 4 ساعات دي انت عارف ممكن تخلص يوم ايه؟ حاجات كتير جدا، ممكن تعمل يوم اي حاجه، تعمل فيهم مهاره. ده لو قطعت كل يوم 4 ساعات، أنا مش عايز اقول لك انت تخلص، ممكن تخلص في اخر الشهر واحد بس كام كورس. انت متخيل؟ نرجع بقى لسوره المدثر. كلا بل لا يخافون الاخره. احنا برضه قلنا مش من قله ابراهيم، هم اعمالهم بجد بتدل على كده. كلا بل لا يخافون الاخره. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اوعى تخاف، اوعى تقول أنا خلاص فات الأوان. هو أهل التقوى، أهل الناس اللي بتتقيه، وأهل أي حد. هو أهل التقوى هو الأجدر والأصح إن أنت بجد تخاف، ما تخافش غيره. وأهل المغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.